أفضل حارس في القارة. ياسين بونو يستحق احسن لاعب في القاره. آه مهما اتكلمت عنه مش هوفيه حقه بصراحه. وكنت وكنت ارى ان المغرب لن تفوز بحارس مرمى بعد بادو الزكي او زكي بدر، لان بادو الزكي انا بالنسبه لي كان في مركز حراسه المرمى حاجه قويه جدا، سواء اداؤه مع منتخب المغرب في كاس العالم في المكسيك 86 او اداؤه في اوروبا في الدوري الاسباني. ولكن حقيقه ياسين بونو حارس مرمى ممتاز ممتاز، هدوء اعصاب، ثقه، قياده فريق من الخلف سواء المدافعين او مجموعه اللاعبين، على طول مبتسم، مهما اتحط في الضغوط بيأدي بأداء مميز جدا. في فتره من فترات تراجع مستواه، ولكن قدر ان هو يستعيده بسرعه البرق، يعني تقدر تقول 3-4 ماتشات وخلاص، رغم ان من وجهه نظري حارس المرمى الجيد هو اللي بيرتكب اقل اخطاء ممكنه، وده ينطبق على ياسين بونو. اعتقد ان هو كان لازم يكون احسن لاعب في القاره وليس احسن حارس مرمى، وده شيء طبيعي. وده طبعا لا يغفل حق محمد الشناوي اللي حصد 5 بطولات مع الاهلي، ومنهم البطوله الاصعب وهي تشامبيونز ليج، ولكن المشكله ان هو تصادف مع حارس مرمى حقق المركز الرابع على مستوى العالم. فايتم القاسم المشترك ما بين ياسين وبادو انهم ابناء الوداد او ابناء فريقي. صحيح. ثانيا وفريقنا كمان. فريقك. ونحن نفتخر ان يكون بارك الله فيك. ناس خلوقين ولاعبين مميزين كلهم يحبوا الوداد. بادو الزكي ايضا بدا مسيرته الاوروبيه بمايوركا في اسبانيا. صحيح. وايضا ياسين بونو في اسبانيا، تالق في اسبانيا، لذلك فهناك قاسم مشترك. واظن اللاعبين الاثنين يلعبون بالرجل اليسرى. انا زاولت بادو الزكي في بدايته واعرف مدى تضحيته وما قدمه لكرة القدم وماذا قدم لنفسه من تضحيات لكي يصل. وياسين بونو ايضا، ياسين بونو من عائلة رائعة جدا، عائلة كروية، خوالو رجاويين، اعمام وداديين، عائلة كروية صراحة، جو عائلي في عائلة ياسين بونو. واظن حتى هو قدم الكثير ومن التضحيات لكي يصل لهذا المستوى. وانا دائما اتفاجأ لانه دائما يشتغل ودائما دائما يقدم اداء، وحنا شفنا مؤخرا مع الهلال فهو من دائما يكون دائما يتصدى لكل الهجمات وحاضر دائما في جل المباريات، لا يكتفي بالمكتسبات. وهذا هو الرياضي ولاعب كرة القدم، دائما يبحث عن الافضل ولا يكتفي بالمكتسبات.